لو جينا هنا بصينا هنا على الريسبشن، راعينا طبعا في اول الاولويات اللي احنا نخلي التنفيذ يكون طبقا للتصميم بنسبه كبيره جدا. طبعا بيكون في تدخل من العميل في بعض التيلز اللي موجوده معانا. طبعا الريسبشن مساحته كبيره زي ما انتم شايفينه قدامكم كده. عملنا الجزء ده عباره عن انتريه، قابلنا طبعا عمود خرساني اللي هو في ظهر الانتريه، عملنا فيه مكتبه عشان تطلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وعشان قدامنا ميدان كله لاندسكيب، خلينا باب البلكونه يكون مفتوح ومقفول وفي نفس الوقت عن طريق السكريت الجرار. مكتبة الشاشة اللي قدامكم برضو استخدمنا فيها خامات كتير جدا ومختلفة، وخليناها بالمساحة الكبيرة علشان تربط بمنطقة الكافي كورنر بالمطبخ ويكونوا كلهم على لاين واحد. المطبخ هنا اوبن على منطقة الريسبشن، مفصول بجزيرة تدي اتساع للمكان وتكون بمظهر ديكوري فوق الروعة، وكمان اللون البلاك مع اللون الخشبي اللي بيدي فخامة للمكان. وطبعا كل الاضاءات او الوحدات او الاجهزة والستاير شغالة بنظام السمارت هوم اللي انا اقدر اتحكم فيها عن طريق اليكسا بالاوامر الصوتيه او عن طريق الموبايل ابلكيشن، سواء وانا داخل الشقه او خارج الشقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنونا دايما في الفيديوهات الجايه.